حبايب قلبي عاملين يا رب تكونوا بخير وزي الفل كده. انا الحمد لله الايام دي في كامل نشاطي وحيويتي، بصور ريلز وبصور رياكت وفي نشاط مش طبيعي، فالحمد لله بنحاول نتخلص على عافيه الكسل. الحقيقه يا جماعه الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي ده انا عايز اصوره بتهيألي من يوم ما اتولدت اصلا، لان الفيديو بتاع النهارده عن اكتر شخصيتين بيستفزوني في الحياه اساسا. يمكن مفيش حاجه بتعصبني في الواقع قد الاثنين دول. طبعا معانا مكاوي هينصحنا النهارده نصايح كتير جدا ازاي تبقى جامد والبنات بتحبك وبتموت فيك، وازاي تبقى شاب فشيخ في نفسك وتجيب البت كده، يعني فاهم، ما تاخدش في ايدك ثانيه رايح بعيد خايف تلمس فيها بس. ايوه ما تستغربش مكاوي، ده البنات بتموت فيه ده. ومعانا بنت ثانيه اللي اسمها يارا دي. ثانك يو دادي. ايوه الكائن الفضائي ده بقى لي فتره ساكت عليها وقلت خلاص هتاخد لها الهوجه بتاعتها وتهدى، لكن لا، البت استمرت في اللي بتعمله بل وبقت بتعمل حاجات اغرب. هتجيب الفلوس ولا؟ فعايزين قبل ما نبدا الفيديو كده طبعا اللايك الجميل. انا مش قادر اطلب رقم عشان انتوا كسرتوا طموحاتي، كل ما بطلب رقم ما بنوصلوش. اعمل لايك يا حبيبي، هتتفرج ببلاش، يعني تتفرج وتضحك ببلاش، مفيش حاجه اسمها ببلاش، هتدفع. هوريك اللي عمرك ما شفته، هوريك اللي ما شفتوش ما دام هتدفع، انما ببلاش ده انا ما اعرفش حاجه اسمها ببلاش، انا بكلمكم بجد. فاثبت حضورك لايك كده بمناخيرك في السريع كده وايه وكومنتاتك الحلوه بقى. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ابدا بمين انا مش عارف، يعني انا الحقيقه مش عارف ابدا بمين فيهم، فانا هسيبها على الله. انت بقى راجع من التويليت هتعدي على الويتر او الكاونتر وتخلص الشيك، تحاسب على الليله كلها. حاسب على الليله كلها ليه وانا وايس؟ ولما ترجع الترابيزه تقعد شويه وتقول لهم يلا بينا نروح حته ثانيه او نعمل حاجه ثانيه، هيقوم واحد ولا اتنين يقول لك ثواني نطلب الشيك وبتاع. طب لو ثلاثه قالوا لي نطلب الشيك نفس اللي هعمل نفس الخطوات اللي هتقولها، ولا في خطوات ثانيه؟ تقوم تحط ايدك بكل جمدان على الاقل الجمله دي وتطبطب كده وانت قايم تقول ما تشغلش بالك بالشيك انا هندلته. ما تشغلش بالك بالشيك انا هلمته انا هلم انا الشيك وما تشغلش بالك. طلع دي عليا. يلا حبيبي طلع دي عليا، يلا حبيبي روح انده لامك ولا حد معاه فلوس يا حبيبي. طب انت يلا ولا ايه؟ تعال معايا عايز تحاسب. قنبله جمدان ضربت في المكان. قنبله ضربت في المكان، تلاقي حد فسع قلب الدنيا كلها، الناس كلها بتقوم خلاص. انت دفعت خلاص، انت هندمته خلاص بقى. زلزلت الترابيزه. الحركه دي بتعرف القعده كلها مين بابا من غير ما تنطق انت كلمه واحده. ايوه يعني انا ههندمه من جيب بابا، يعني مش من جيبي انا برضه في الاخر، يعني انا بعد كل ده هطلع باخد مصروف من بابا وبروح اعزم صحابي. ايوه يا ريم، ازيك؟ عامله ايه؟ فاضيه ننزل يوم الخميس نروح سينما؟ لو مش فاضيه خلاص نروح يوم تاني. ده كده غلط. ليه طيب؟ ليه غلط يا عم؟ انت ليه بتقطع الاحداث؟ ليه بتوقف الرزق كده؟ مش فاهم. ما يمكن ريم فاضيه، ما نستنى نشوف ريم هتفضى ولا لا وترن عليا تقول ايه الصح؟ قول لي يا عم الصح، قول لي الصح. ايوه يا ريم، ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، فضي نفسك يوم الخميس، عازمك على سينما، هعدي عليكي على الساعه 6. سلام. ايوه يا ريم، ايه الاخبار؟ ازيك وازاي امك؟ بقول لك يوم الخميس انا ما تقوليش مش فاضي، انا عارف ان انت كده اساسا من كتر الملل بتقعدي تفلي امك، فيوم الخميس عازمك. اوكي باي. ما تستناش تقول سلام، انت قول سلام واقفل في وشها على طول، ده من ضمن الكاريزما تقفل في وش البنت على طول. تروح جاي لا ايه ده، انت سمعت صوت القطر قبل كده؟ تقول لك لا، تروح جاي مديها في وشها، ده صوت القطر توت وتروح جاي قافل. فضي نفسك يوم الخميس، عازمك على سينما. لازم تبقى كائن بجح ومفيش عند اهلك، ده مش يعني كده البنت هتموت البنت بتموت في البجاحه وقله الادب. ما تاخدش رأيها، قول لها اقول لك يوم الخميس انا عازمك، فاضيه مش فاضيه ان شاء الله تكون يوم فرح، تجيبها من شعرها وتخرجها. شفت نهايه الفيديو مكتوب ايه؟ ازاي تخليها مجنونه بيك، يعني انت مش اي حد هو فاهم هو بيعمل ايه. عمرك ابدا ما تسلم بدلعه حتى لو على بنات، ما تحسس البنت انك خفيف كده طري، دايما ايدك ناشفه. ولا اسلم ازاي؟ يعني لازم ابقى نجار مسلح وانا بسلم؟ ازيك عامل ايه؟ كويس. ايدك قويه، الناس بتاخد بالها جدا من الحوار ده، لما السلام يبقى ناشف شديد كده الناس بتعمل لك حساب من قبل حتى ما تتكلم. ليه يا باشا؟ ما طالع لي عضله باي في صوابعي، يعني ليه هيعملوا لي حساب من قبل ما اتكلم؟ بتقول اوبا ده شكل ليله طويله النهارده، الراجل اللي قدامي ده مش سهل. متكون عنده انواع لكل حاجه، انواع للسلام، انواع للكلام، انواع للاحضان، انواع للحاجات. انك بتحضن بتميل وتبعد نصك التحتاني خالص، اللي هو بتحضن كده وجسمك من تحت رايح. ده فيديو بيتكلم عن انواع الاحضان، يعني انت متخيل صعبوا الموضوع علينا ازاي؟ بعيد خايف تلمس فيها بس بتبان غبي. الله ليه غلط طيب؟ ليه غلط؟ مش كفايه ان انت بتطلع تتكلم في انواع حاجات احنا اول مره نسمع عنها اساسا. الموضوع بيبقى ويرد بزياده. حضن الصحاب حاجه، وحضن الفريند زون حاجه، وحضن الارتباط حاجه ثانيه خالص. احنا كلنا فاهمين الحضن ازاي، نخش على طول نحضن الزبون، مش فاهم معانا
امتحانها تحت من فوق، انت بتدور على تحت ليه؟ بس الفاصل والفرق بينهم، الفيصل الكبير مكان ايدك وايديها. لو ايديك حضنت من تحت وايديها حضنت من فوق، مبدئيا كده احنا في حضن الارتباط. يا باشا اهم حاجه اللحم في اللحم، مش هنختلف صدق. انت ليه محسسني ان احنا في امتحان ثانويه عامه؟ لو ايديها هي حضنت من تحت وايديك انت حضنت من فوق، كده احنا في حضن الاخويه. طب حضرتك يعني انت دلوقتي اديتنا الامتحان وعرفتنا الفاينل امتى؟ هننزل نخلص امتى؟ هننزل ننفذ عملي امتى؟ احلى حاجه في بيكاوي انه دايما بيجيب بنت معاه يجرب عليها الموضوع اللي بيتكلم فيه، وده بيبسط المشاهد. انا زهقت من الولد ده، هات لي البنت الثانيه الفضائيه دي، هاتها لي ونشوف الكلام عليها. مين اقوى حد في العالم؟ انا. مين اقوى حد في العالم؟ مين اقوى حد في العالم؟ انت ايه يا بنت؟ بتشرب سجاير كليوباترا؟ انت مال صوتك كده؟ ايه اللي حصل؟ الكلب واقف يعني بيبص له من انتوا ايه؟ انتوا بشر ولا انتوا من سلاله ايه؟ قبل ما امشي، مين اقوى حد في العالم؟ مش انا. امال ليه؟ مش انا خايف ربنا يسخطني والله خايف ربنا. كنت التنمر يعني عشان مش عارف ليه لما انا كنت ماسك ايدك من شويه قلت انك اقوى حد في العالم؟ علشان لما كنت ماسك ايدي كنت انا اقوى حد في العالم بيك، لكن لما سبتني ما بقتش انا اللي قويه. علشان لما كنت ماسك بقول لك هات سيجاره نعفر مع بعض. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. واقفه عامله كده ليه؟ ده انا هكسر الباب ده على دماغك. ليه؟ فين الاوردر اللي انا جبته ما جاش ليه؟ متجوزها ازاي يعني؟ انت بتخافش بامان؟ انا لو زعقت معايا كده انا هنفذ لها كل اللي هي عايزاه. لو طلعت لي في نص الليل بجد وصحيت لقيتها جنبي انا ممكن يجي لي سكته قلبيه ما اصحاش تاني. مشيت الراجل وقلت له العنوان غلط. ليه؟ في حد بيطلب اوردر ب 100,000 جنيه. انا بطلب اوردر ب 100,000 جنيه. اوردر ب 100,000 جنيه ليه؟ طالب شركه؟ طالب الشركه بقول ليه حضرتك اوردر ب 100,000 جنيه؟ ليه معاك انت كام؟ معاك فلوس. مين اللي معاه ما فلوس؟ تدفع 100,000 جنيه يا رب اطلب ب1,000,000 جنيه. وغلاوه امك هدفع لها الفلوس من معايا بس ما تعصبهاش. انا بخاف صدقني. انت بتحاول هدفع لها 100,000 جنيه بس اعدي الموضوع. الاوردر لو ما جاش دلوقتي انا هوديه. خلاص هجيب الاوردر لو ما كانش انا هقعد على وش امك، هقعد على وش امك. يعني الاوردر ده لو ما اتدفعش ثمنه دلوقتي مش هيحصل خير. يا الصبح. المفروض يا جماعه البنت لما بتعيط بتبتدي انت بتضعف من كتر الرقه اللي هي فيه. انت متخيل الوش ده لو بيعيط انت هتبقى تديله 100 جزمه على وشه. هو اللي في كارثه. ايه الكارثه؟ يا بابي كنت داخله السوبر ماركت اشتري حاجات. مش طبيعي زورها ده، مش طبيعي. في زورها في عيل صغير بجد سادد الدنيا. الاحبال الصوتيه في حد شاددها ولا دي احبال لقرا ولا انت في ايه المشكله؟ ليه شايله الاحبال دي وحاطه اساتك ولا ايه؟ قام الراجل كسر لي نضارتي. وكسر لك نضارتك كده ليه؟ يا بابي كسرها لي عشان كل ما بروح له بجيب حاجات ومش بديله فلوس وبقول له بابي هيدفع لك. بابي هيدفع لك؟ بابي هيدفع له منين؟ ما انت خايفه من باب وانت طلعت ما بتدفعش. في ايه؟ ما تقربيش فجأة كده بالراحة يعني. خش على الكاميرا واحدة. هو انت ما بتدفعش ليه يا بخيل؟ حرام عليك. طب واللي في ايدك ده ايه؟ ما انت اشتريتي منه اهو. ما انا ما دفعت له. يعني كسر لك النضاره؟ يعني انت سرقتيه؟ سرقته. الراجل اللي عندي 500,000 جنيه. انا هروح ادفع 500,000 جنيه ليه؟ بتجيبي شمسيات مطلية بالذهب؟ ضربه البوس كده ليه؟ ده انا حتى لسه منزلك السفاري وكنت سايبك ومبسوطه. ده بوز ايه ده؟ ده بوز سمكة ده، والسمكة اللي هي تدخلي بيه خناقات ده ولا ايه؟ ولا ده سلاح بتدافع بيه عن نفسك صح؟ يا بابي بوز ايه؟ ده انا كنت راكبه البيتش باجي الراجل التاني شلوت وقعني. نفسي اديكي شلوت في بقك في بقك ادخلولك جوه يعدل الاكسدامين دول. الراجل مين ده اللي اداك بالشلوت؟ معرفش الراجل اللي جوه وقعني من على البيتش باجي واتعور. يا رب كان سابك في الصحراء احسن. انت بتعملها كده ليه يا بابي؟ في كائن رقيق بالشكل ده تعامله المعاملة دي؟ جيب لي حقي. حاضر. Thank you daddy. خلاص بقى يا جماعه بابي زعلان مني وما بيكلمنيش. بوسي ايدي صباع صباع. صباع ليه يا حضرتك؟ صوابع زينب يعني هتبوس ايدك ليه؟ الفيديو ده يا جماعه عنوانه ارخص عيديه. هي بتبوس ايده عشان العيديه. خلاص بقى العيد بقى العيد والناس بتتفرج عليا. بدات تبقى ما تخليهاش تقلب على الوش ده. والله هتشوف وش بقول لك هتعضعض وش ام ايه ده سايسه. اقفل يا هاديه انا الناس اتفرجت عليا خلاص.
اقفل يا هادي، الناس هتعضعض وش امك انت كمان يا هادي بقى. سايسوها يا جدعان، مشوا عدوا اليوم، زقوا اليوم بعد اذنكم. ماشي خلاص، ب 6000 جنيه اطلبوا لي، انا كده كده نازله دلوقتي. ايه هو اللي ب 6000 جنيه؟ خدي هنا. ايه هو اللي ب 6000 جنيه؟ مزيل عرق. استني هكلمك تاني. احط عليهم 8000 كمان واعمل مزيل للبني ادمه دي خالص من على الكوكب. يعني بقى احط انا كل اللي تجيب، كل ما املك ابيع الكاميرا اللي بصور بيها دي ونعمل ازاله للبني ادمه دي، نرجعك الفضاء زي ما كنت، كانت الدنيا مرتاحه. هو انت ريحتك معفنه بس مش لدرجه 6000 جنيه. ايه مين اللي معفنه يا حبيبي؟ فسيخ طالع منك. مدفوق يا بابي. ايه اللي فوق يا بابي فوق، هي عاينه وش ورا، هتعضعض وشك بقول لك، هتطلع لك الوش التاني. 6000 جنيه مزيل عرق. انا كده بحب اشتري لنفسي اغلى حاجه. هات فلوس. مفيش فلوس. هتجيب الفلوس ولا هجيب الفلوس ولا هتجيب الفلوس ولا بجيب الفلوس يا ده. مالك يا قلب بابي في ايه؟ احنا معزومين عند الناس ازاي لو يا بوزك كده؟ وانا مالي بالناس يا بابي؟ هات فلوس. انت بتاخدي فلوس في كل حته، مفيش ولا مكان ما بتاخدي، كل حته عايزه فيها فلوس. اسكتي الناس قاعده بره. ماليش دعوه. هات 60000 جنيه. ليه 60000 جنيه؟ شفت انسيال في صاحبتي اللي بره عجبني. هات 60000. شفت عربيه ركنه على الترابيزه اللي قاعدين عجبتني، هجيب العربيه ام 60000 دي، ما انت ما تعصبهاش. قمت سرقت وعايزه احاسبها عليه. سرقتيه؟ ايوه يا عم سرقته عادي، يعني عادي سرقته، مش حوار سرقته وتروح تحاسبها لان البنت امينه برضه. سرقته كلمه كمان وهعضعض وشك. هات فلوس. هات فلوس عشان احاسب عليه. خدي قبل ما تحبس. خدي. ثانك يو دادي. ثانك يو دادي. انهي الفيديو ده. انا مش هكمل خلاص، مش هكمل. انهي الفيديو ده بعد اذنك. خلاص يا جماعه، ده كان اخر فيديو معانا رضا عشان اكتر من كده انا همسك الكاميرا هتخدخها دلوقتي، هعضعض وشكم. حلو كده، نتقابل على فيديو جديد بألف خير. اتمنى الفيديو يعجبك، اتمنى تعمل لايك، لو نسيت اديني بفكر. طبعا مش محتاج اقول لكم ان انا مستنيكم عندي على الانستجرام والفيسبوك، في ريلز كتير جدا ما بتنزلش غير على الانستجرام والفيسبوك، فهي مش موجوده هنا اصلا ومش هتشوفوها غير لما تتابعوني هناك. خدوا بعضكم وتعالوا. ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام عليكم.